إخواني المغاربة، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ويوم سعيد للجميع. أهلا بكم إخوان ديالي. أنا جيت بهذا الفيديو هذا باش نطرح شي عدة أسئلة. شي بعض الناس دابا اللي كيعتبروا راسهم تيقول لك بأنهم هما اليوتيوبر، عندهم قنوات وعندهم سميتو، تيهاجموا إخوان ديالهم مغاربة لا لشيء، لأنهم بغاو يديروا البوز وبغاو يديروا بحال هادشي اللي كيدير واحد السيد ديما تيهاجم السي حميد المهداوي، علما ان السيد حميد المهداوي ما تيتعدى على حتى واحد. بالعكس هو تيناقش ويناضل ويقاوم ويدافع على بزاف على بزاف ديال المشاكل اللي كيتخبطوا فيهم المغاربه. وانتم كتشوفوا لو كانت الضريبه ديالو قويه كبيره بزاف، ضرب فيها 3 سنين ديال الحبس على دبابه. ما قال لهم ما إلا با روندو كونت بأن شي بعضين بغا واش الدبابة عرفتي شحال فيها من طون ولا؟ وأنا عارف بهذاك المجال هذاك كاين دبابات القليلة فيها 30 طون، وهاد الآخرين دابا راه فيهم 60 طون. كي غادي يدير ليها؟ المهم ليسونس هذا موضوع هذا أدى عليه الثمن. ولكن اللي بغيت أنا هاد الناس هاد اليوتيوبر هادو اللي جالسين تينتقدوا في المهداوي بور ريان. ناقش عندك، إلا عندك ما تقول ناقش. المداوي راه عنده ما يتقال وتيناقش وتيجيب تيستقبل ضيوف ويعيط للضيوف ويحاول يبين حقائق كثيرة، ويحاول يبين النظام المشاكل اللي كيتخبطوا فيه المغاربة. يعني هاد المهداوي ما كيدير شي حاجة. أنا أمون لافي المهداوي شفتو ما كيدير حتى شي حاجة اللي هي خايبة تتعداو على المهداوي. شوف هذاك اليوتيوبر هذاك مول النظيرات اللي تيحل فمو وعنده حتى مستوى ثقافي، اغلاط نحويه، ما يعرفش يفرق ما بين الجمله الاسميه والجمله الفعليه. شوف بور كريتيكي كيلكان il faut au moins avoir son niveau intellectuel, chose qui te fait des fois مول نضاضر. وراني هضرت لك كتبت لك واحد تدوينه وشرحت لك وقلت لك اودي راك عيان تبغي تركب على الامواج. الناس راه كتساير العصر، اي حاجه كتوقع له شي حاجه كل واحد كيهضر فيها وداك الشيء. ولكن انت هي تترقع، هي تتخربق، هي تتخرمز، ما عندك لا تحليل لا مبادئ لا حتى شي حاجه. والله العظيم انا بعدا والله الا نحشم في بلاصتك. شي انا حشمت في بلاصتك، انا ما نقدرش ندير بحال داك الشيء اللي كدير. عايزة تعجن وترون وتخربق وتهضر في الناس وتبغي تركب على الموجاج من الموجه، وراك غارق اش من موجه غتركب عليها. المهم الله يرضي عليكم الا ما حاولوا تساعدوا بيناتكم، ماشي واحد يهضر على شي حاجه وينوض واحد ينتقده ويخرج سميتو وينوض يأجج عليه الوضع وينوض عليه الحل وينوض عليه بور ريان وما كاين والو. راه والو. نتوما راه خصكم تعرفوا بهادشي بانكم خاويين، اقسم بالله الا خاويين، الا كتجريو غير وراء السراب وصافي. راه ما كاين حتى شي حاجه. المهداوي انسان مثقف قاري، مربي ولادو بالحلال، وكتشوفو تيهضر ما عمري انا شد عليه شي حاجه. ومن هذا المنبر انا كنحيي وكنشد على يديه بحراره، وكان حاجاكم كان ندفل حاجاكم على هذوك المسخين اللي يبقاو ينتقدوا الاخوان ديالهم المغاربه اللي كيهضروا بور ريان. تنتقد خوك علاش؟ باش تجيب لي جيم وتجيب لي فيو. واش غتجيب؟ وراه المحلوبه حليب والمنصوره دم كاع ما تصدارت، والبقره ضربات والفحل دام ولا سارج مع راسك واش دير تكمش. ربعت المسخين، ربعت الشفاره العات والله عليكم قد ما صبات وسحات. نتوما هما السبب في هذا الشيء. حتى ما بغاتش تجي المنافقين تتسابقون للصفوف الاماميه في الجامع، والداخل ديالكم كله حقد وبغض وكره. لا كان الله مع القنص القصيف كي تيقولوا. هذا كل ما في الامر. خويا المهداوي سير لقدام، راك غادي في الطريق المستقيم والطريق الصحيح. ما تخاف حتى من شي واحد، ودافع على الكرامه ديالك وعلى الكرامه ديال المغاربه،
ودافع على كل شيء. والحاجه اللي شتيها ماشي هي هذيك هضر فيها. حاجه واحده اللي نوصيك عليها، بعد عن النظام، خلي النظام يخدم خدمته، ما واصل حتى شي واحد راه عارف اش كيدير. وانتم الموسخين الخزي والعار لكم من الصباح حتى العشيه، ومن طنجه حتى القويره، ومن وجده حتى الصويره. ولنا لقاء معكم ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء، مع السلامه.